فاكر ان عدم ثقتك في نفسك دي حاجه طبيعيه، اسمح لي اقول لك انك غلطان. في سبب مخفي خطير بيخليك تحس انك مش كفايه، 99% من الناس مش واخدين بالهم منه. اكشن. ازيك؟ كله بونو بونو. انت حرفيا مبرمج على الشك في نفسك من وانت صغير، من المدرسه ومن المجتمع من السوشيال ميديا. بس النهارده هفك شفره عدم ثقتك بنفسك، وهقول لك على سر لو عرفته مش هتكون في حاجه توقفك تاني. يلا نبدا. اول حاجه تاثير الطفوله، البرمجه الخفيه. تخيل معايا طفل صغير بيجري فرحان عشان عايز يوري رسمه رسمها، وفجاه حد يقول له التخريف ده رسمه اطفال، او امشي دلوقتي يا حبيبي عشان مش فاضي، او اي حاجه من الحاجات اللي انت عارفها دي. الطفل ده هيحس بايه؟ هيحس انه مش موهوب، ان رايه ملوش قيمه، وان لو حاول تاني هيتسفى عليه برضه. صدقني ممكن يكون الطفل ده هو انت. تاني حاجه المقارنه السيئه. كم مره قعدت على انستجرام او تيك توك وشفت ناس عايشين حياه مثاليه، فبدات تسال نفسك انا ليه حياتي مش كده؟ الحياه اللي محدش بيقولها، ان كل اللي انت بتشوفه ده تمثيل. المشاهير والمؤثرين بيشاركوا اجمل لحظاتهم، بس انت بتقارن حياتك كامله بلحظه مثاليه عندهم. فالحل هنا انك تركز على رحلتك بس، قارن نفسك بنفسك مش بحد تاني. تالت حاجه عقلك بيخدعك. عمرك حسيت انك ما تستحقش النجاح اللي انت حققته، او انك مجرد محظوظ، وان في لحظه الناس هتكتشف انك مش قدها؟ دي اسمها متلازمه المحتال، ودي مشكله ناس ناجحين جدا بيعانوا منها، بس الفرق انهم بيتجاهلوها، بيكملوا رغم الشك. دلوقتي عندك المفاتيح، عرفت ليه ثقتك مهزوزه؟ بس الاهم هتفضل مستسلم كده ولا هتاخد اول خطوه؟ اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه اثرت على ثقتك قبل كده، وهل ناوي تتخلص منها؟ وبس كده.